شوف لي هاد الخبير ديال هاد خياتي شي يقولوا شي تيرتقوا على عباد الله. شنو كاين هو الصين، كنشوف انا واحد الباب اللي خص بنادم يطرق داك الباب. ماشي دعايه هذه للصين، ولكن من خلال التجربه ديالي كنهضر من خلال بيرسون. سير للصين زعما ما فادوش يقولوا في هذا البودكاست، سير للصين وولي غني. راه اما ما داروهاش اما ما داروهاش. وتيقولوش الناس الحقيقه. البودكاست هذا كيهضر على الصين زعما بحال شي اي تي ام محلوله او وصلوا ديال الفلوس. بيرسونال بيرسبكتيف ديال مشيت وشفت شنو واقع، كنحاول ندخل في هذه المقارنات شي شويه. الصين واحد الباب اللي خصك تطرقو واحد النهار، نبغي تاخذ واحد الفكره معينه على داك الناس كيفاش كيعيشوا. لكن الواقع راه مختلف بزاف، حيت لا كانت شي ساهل لهالدرجه علاش ماشي حتى هما مشاو داروا الملاير وسكتوا ضربوا الطم بحال باقي الناس اللي كطيح على البزوله ديال الفلوس؟ علاش باغيين كيدوروا في البودكاستات وتيعاودوا نفس الهضره؟ حيت الحقيقه راه بسيطه. الربح الحقيقي صعيب، ولكن بيع الحلم هو اللي ساهل. الصين فيها فرص، ولكن حتى هي راه فيها ضغط نفسي خيب ورقابه ما كايناش وقوانين. الناس فين واصل لي سادين على راسهم بصح. كاينش الانستغرام عندهم وهادشي ديال تيك توك. تيك توك براسو عندهم الفيرسيون اوريجينال ديالهم اللي هو دوين. حيت لنا التيك توك هو ديالهم. هما مالي ما سمعتوش تيك توك. لا تيك توك هذاك الفيرسيون انترناسيونال عطينا للعالم، اللي كنت ليا انا لواحد اخر اللي خصو يضحك ويشطح في الامور ديالو. ولكن دوين هو الفيرسيون الاصلي ديالو، تحت الرقابه ديالهم هما خدامين بنيه تحتيه. ودابا نهضروا عليك انت كمواطن بسيط. باش غتبدا خاصك فلوس، علاقات، معرفه بالسوق. ولا دخلتي في التجربه السوق راه يقدر ياكلك ماشي في شهر، ياكلك في نهار، يرجعك ناقص 60. ماشي شي طياره ولي تاجر. راك يا اما تدخلوا انت عارف ولا تخرج وانت خاسر. العماريه خرج طوروطور. واكبر علامه استفهام فين هما النتائج ديال هادشي اللي تيهضروا عليهم هاد الناس؟ انا ما بين البارح واليوم تاع 10 سنين هذه ما مشوش بعيد. شنو ديما حنايا انت كانسان مغربي كتبان لك واحد الحاجه، واحد البلاد اللي بعيده بزاف. لقيت راسي بزاف ديال الناس كيمشيو شي نوع كنعرفوهم، كانوا الناس مثلا كيمشيو للتجاره الكترونيه من غير التجاره الالكترونيه، من غير الناس اللي كيديروا مثلا كيدخلوا السلعه من شي نوع. هذا واحد السيد نوريكم الرحله من الاول حتى للربح الحقيقي، ولكن غير كيفاش تربح، كيفاش تبدا فرصه العمر، وكيف كاينش ارقام. هنا خاصك تفهم واحد القضيه، تكون انتيليجنت. كاين فرق بين اللي كيعيش من البيزنس واللي كيعيش من الهضره على البيزنس. وانا كنشوف بزاف ديال الناس كيربحوا منك ماشي معاك. الصين ماشي هي المشكله ولا الامريكان، المشكل هو كيفاش كيتباع الحلم بحال الا زعما راه مضمون سوغورو. بغيتي دخل بعقلك ماشي بالحماس. ودابا قولوا لي الصراحه، واش كتشوف هذه زعما فرصه حقيقيه ولا الماركتينغ مزيان وداير الوهم؟